السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على كل أهلاوي جميل. مبروك الفوز امبارح. نتيجة ممتازة، 3 ماتشات على التوالي، 3 في 5 في 4، رقم كبير ومحترم جدا. بيبين قد ايه الكابتن عماد النحاس شغال كويس، او شغال على استعادة روح الفرقة من تاني، روح الفانيلا الحمراء وروح الفريق. الجماعية باينة قوي، تسلم واستلام ولاعيبة بتباصي وبتلعب مع بعض والكرة بتدور كويس جدا. الخط الأمامي ولا أروع حاجة، ممتازة جدا. طبعا خط النص برضو مروان عطية امبارح كان دينامو في نص الملعب، عمل ماتش ممتاز جدا. ولكن خلينا نتكلم كده في نقاط سريعا، مش هطول ان شاء الله في الفيديو ده عشان وقت حضراتكم برضو. دي آراء شخصية طبعا ما بتتفرضش على أي حد، ولكن إحنا بناخد وندي مع بعض وبندردش في الأول وفي الآخر، سواء في المساحات أو على إكس. أنا كاتب بس النقاط اللي هتكلم فيها سريعا عشان ما سقطش حاجة وأنا بتكلم. هبدأ بالسلبي الأول، وبعدين خلينا نتكلم في الإيجابي. مبدئيا كده، كابتن محمد الشناوي اخطائه متكرره بشكل غريب. يمكن انا من سنتين او من سنه ونص فاتوا قلت الكابتن محمد الشناوي مع كامل احترامي لتاريخه والبطولات اللي حققها، وان هو كان حارس المرمى النادي الاهلي على فتره كبيره جدا من 2016 لحد النهارده، يعني 9 سنين او داخلين في 10 سنين ان شاء الله. انا بشوف ان الكابتن محمد الشناوي دي سنة الحياة، الجسد ليه عامل كبير في التأثير على الموضوع. اللياقة البدنية، إصابة الكتف اللي تعرض ليها وعمل عملية ورجع، وهو من ساعة ما رجع يعني الأداء مش أحسن حاجة، وباين قوي في محاولاته في ان هو لما بيترمي على كوره شمال او يمين او حتى التراي ما بيحاولوش، فردة الايد ما فيش. ففي مشكله واضحه وصريحه لاي حد بيتفرج على كوره، على يعني على كوره قدم، ان الكابتن محمد الشناوي عنده مشكله. فانا مش فاهم ايه الفكره او ايه الحكمه ان انا اجدد له سنتين كمان. هتيجي تقول لي ما هو ضحى، تمام، ما فيش مشكله، انا ما اعترضتش معاك، هو ضحى، بس ما هو مقابل التضحيه دي خد مكافآت بطولات، خد مكافآت عقود، في اعلانات، في حاجات تانية كتير، في بونوسز، في حاجات كتير قوي في عقده. اكيد خد وتكافئ ويعني ربنا كرمه من وسع مع النادي الاهلي. وحتى فيما بعد لما ربنا يعني يكرمه ويعتزل برضه، اكيد النادي الاهلي هيبقى مستمر معاه ومش هيسيبه، وهيبقى ليه اكيد جزء او منصب في الجزء الاداري، وهيكمل مع النادي. فانا بجد حزين وزعلان ومتضايق، لان المفروض مصطفى شوبير ده الوقت الاساسي المهم جدا للنادي الاهلي انه يبقى الحارس الاول للفريق. مصطفى شوبير عنده 25 سنة. هيجي حد يقول لي ما بلاش مقارنات، ده مش وقته، ده مش عارف ايه. لا، وقته. مصطفى شوبير ده وقته. حمزة علاء يكون الحارس الثاني، دول افضل حارسين في مصر وما كانوش في افريقيا. على الاقل مصطفى شوبير لازم ياخد فرصته من دلوقتي ويكمل معاك. وانا بندد من دلوقتي وبقول مصطفى شوبير لازم يكون الحارس الاساسي في كاس العالم للانديه. مع كامل احترامي للشناوي، مش هيقدر ومش هيستحمل ومش هيجاري مجريات واحداث المباريات، واللعيبه اللي هي عندها تكنيك عالي في التسديدات واللعب خلف يعني خط الظهر طبعا اللي هنتكلم عنه دلوقتي، اللي فيه بلاوي الدنيا والاخره. فاتمنى ان يكون في قرار حكيم وقرار رشيد من مجلس الاداره، وتحديدا الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني، سواء كابتن عماد النحاس او لو جه مدير فني اجنبي. لازم يا جماعه مصطفى شوبير هو اللي يقف. الشناوي خلاص ما عادش قادر، براحتكم. النقطه الثانيه، كابتن ربيعه وكابتن ياسر. كابتن ربيعه طبعا بقاله فتره من ساعه موضوع التجديد هو مش مركز معانا، ودماغه مش في الملعب، لا مركز في حاجات تانية، مركز في حد بيشتمه، مركز في ان هو يعمل ستوريز، مركز في ان هو يعني يتكلم في فلوس، عايز ارقام اكبر من اللي هو من النادي عارضها عليه. فالراجل انا شايف انه مش مركز في الملعب، وكل مباراه بيدعي الاصابه او هو مصاب، الله اعلم، ما عنديش مش هخش في ذمه حد. ولكن امبارح كانت باينه وواضحه جدا ان هو لما لقى نفسه مش قادر يجاري لعيبه المصري طلب التغيير. حتى في لقطه كده طلع عليه وهو متصور بيضحك وقاعد على الارض.
ف انا شايف ان يعني ان احنا كل ما هنطول في الموضوع بيبوخ، والموضوع بيزهق. وانا شايف ان ربيعه المفروض ملفه يتقفل والراجل يتوكل على الله يشوف مصلحته في فرقه تانية، دي حاجه ترجع له. اما بالنسبه لكابتن ياسر ياسر ابراهيم، يعني كان في حد من الناس المحترمه كان في المساحه معايا اول امس او امس، وكان بيقول ان ياسر ابراهيم لما بيعمل جامب في الهواء، لما بينزل على الارض هو ما بيبقاش حاسس او شايف مين اللي حواليه او مين اللي وراه. ودي لاحظناها كتير في كذا مباراة، هو فعلا لما بيطلع وينزل ما بيبقاش على دراية بالبوزيشن بتاعه او المكان اللي هو واقف فيه، حتى في اللعيب اللي جاي من وراه هو ما بيبقاش حاسس بيه. وشفنا ان امبارح الهدف الاول الكورة اتلعبت من عنده هو وكوكا 3 مرات، واحدة في العارضة والثالثة بنفس الشكل بنفس الاسلوب، وصلاح محسن سجلها. فانا مش فاهم يعني النادي الاهلي، انا قلتها امبارح في المساحه برضو، ان احنا اشتغلنا على الجزء اللي قدام فبقينا عاملين كاننا راكبين عربيه لامبورجيني، وجينا في الجزء اللي ورا شغالين بعربيه فيات 128. فانا مش عارف امتى. لا بجد احنا محتاجين تدعيم الخط اللي ورا بامانه. السنتر باكين بالباكات لازم يا جماعه يبقى فيه تدعيم. محمد هاني برضو لازم يبقى فيه حد معاه. كوكا ما ينفعش يبقى باك يا جماعه، ما ينفعش والله. هتقول لي ما هو ملوش مكان في نص الملعب، خلاص يقعد. انا كوكا يا جماعه لا، كوكا فيه كوارث في ظهره، كوكا فيه بلاوي. انا مش فاهم احنا ليه مصممين نلعب بفكره هي اصلا غلط مش مطروحه من الاساس، وبتسبب لك مشاكل كتير. وبانت اكتر لما انت سحبت ربيعه ونزلت عش قفل الحته دي كويس جدا واشتغل صح. فانا مش فاهم بامانه والله العظيم احنا ليه مصممين على كوكا. وبعدين احمد رضا ما بياخدش لها كابتن عماد، ما تديله فرصه. هتقول لي ما احنا كسبانين والنتيجه وما اعرفش ايه والدنيا زي الفل ودايره. انا يا جماعه مش بتكلم بسلبيه ولا طالع اهاجم حد ولا اعمل مشاكل لحد. انا فرحان بالمكسب ومبسوط بان احنا متصدرين الدوري، وان شاء الله النهارده بيراميدز هيخسر تمام، مش فارق معايا المختلط في حاجه، بس باذن الله بيراميدز هيخسر النهارده او على الاقل هيتعادل، وهركب الدوري والدوري ان شاء الله هيبقى من نصيبنا. بس انا بتكلم في نقاط انت بتلاعب بيها فرق دوري مصري وعامله لك مشاكل، ما بالك بقى لما تروح تلاعب بورتو وتلاعب انتر ميامي وتلاعب بالميراس، وبعد كده لو اراد الله وتاهلت دور 16 عندك يا اما اتلتيكو يا اما باريس. فلا الموضوع هيبقى صعب قوي. كمان تشوفوا اللعيبه، تشوفوا الفرقه دي بتلعب ازاي في الشامبيونز ليج يا جماعه. لا عندنا مشكله كبيره في خط الظهر طبعا، وتحديدا الجبهه الشمال. ومحمد هاني محتاج حد معاه، والسنتر باكين لازم يتفوروا. اشرف داري ده تتخلص منه، نصيحة اخ وحد بيحب النادي ده يا كابتن محمود، او نصيحة ابن. اشرف داري ده ما ينفعش، لازم تتخلص منه، عنده مشاكل كتير ولاعيب اصلا جاي وهو مشطب. دي وجهة نظري، وللامانة لازم يمشي. شوفوا لكم مدافع افضل من كده. طيب بن شرقي بدأ يشتغل، شفنا مباراة ممتازة امبارح، عمل كذا كورة مع إمام، وحتى برضو بدايات في بعض الأهداف بداياتها وبداية اللمسات بتاعتها كانت عن طريقه هو بن شرقي وإمام. فالحمد لله إن بن شرقي ابتدى يشتغل، بياخد دقايق أكتر وبدأ ينتج. فأتمنى إن نشوف حاجة أكبر وأعلى الفترة اللي جاية. طبعا برضو بعد كده ما ينضم تريزيجيه والمجموعة هيبقى في أداء أفضل وأحسن من كده بكتير لبن شرقي وللمجموعة إن شاء الله الفترة اللي جاية، وخصوصا في كأس العالم. طبعا طاهر انا يعني تقريبا كل الناس اتكلمت عنه وكل الناس خلصت في الكلام. طاهر مركز جدا يا جماعه، اكتر حد بيشتغل بدني على نفسه ومركز ومش مش ملتفت لاي حاجه واعتقد ان هو بيقضي معظم وقته في الجيم، وان هو بيشتغل فعلا على الورك ريت بتاعه، على الاداء بتاعه، وباين في الملعب ان هو طول الوقت سبرنتاته حاضره، ذهنه حاضر، بيجري وبيكمل في الكور ومركز في كل كره بترجع من حارس المرمى ومن المدافعين. ربنا يزيدك يا ابني وربنا يكملك. طاهر ده احنا في وقت من الاوقات كنا عايزينه يمشي باي شكل، فسبحان الله البني ادم المجتهد ربنا بيكافئه. الحمد لله، ربنا يزيدك يا طاهر وافضل مكمل زي ما انت كده يا ابني. امام عاشور افضل لاعب في مصر وفي افريقيا بشهاده الكل، مفيش اختلاف. لكن في جزئيه ما زالت مكمله مع امام، وهي الانانيه المفرطه في بعض الاوقات. رقم واحد يا امام، نصيحه برضو من اخ، انت لا غبار عليك، بس في اوقات انت محتاج تمرر الكوره، محتاج تباصي الكوره. ليه؟ لانه اولا لمصلحتك الشخصيه عشان ما تتعرضش لاصابات، وفي بعض الاحيان
بيتم التعمد لايذائك، فانت المفروض تتخلص من الكوره في اوقات ما ينفعش تكمل وتطول بيها عشان انت ما تتاذيش ولمصلحه الفرقه، وبرضه عشان انت توفر مجهودك البدني وتقدر تستمر وتستثمره لحد اخر المباريات اللي هي ممكن تكون مباريات صعبه بتحتاج منك ولو سبرنت لمده نص دقيقه. فيا امام كمل زي ما انت، ربنا يبارك فيك يا ابني وربنا يحفظك وتفضل زي ما انت كده مكمل، بس في اوقات لازم تباصي يا امام وتخلص من الكوره عشان انت ما تتاذيش. اتمنى النصيحه توصله باي شكل. شكرا. طبعا وسام ابو علي، يعني كان في كلام طالع عليه كده الفتره اللي فاتت ان هو بيسهر ما اعرفش ايه، طبعا الله اعلم، مش هنقدر نحكم ولا نذم في الناس، ولكن واضح انه يعني حد اتكلم معاه، واضح انه بقى مركز وبقى ملتزم، بقى بيركز اكتر في الملعب، وشفنا ده الماتش امبارح. آه، على اكتر من كرة بيحاول، دخل الصندوق بيباصي، عمل اسيست وجاب هدف وكرة ثابتة وبتاع. لا، وسام اشتغل على نفسه ورجع، والحمد لله ربنا يزيده كده ويفضل مكمل. طبعا هو طلب تغيير في يعني حوالي الدقيقة 75 80. اتمنى ان هو بسليم وبخير ومفيش اي مشاكل، ربنا يبعد عنه شر الاصابات ويكون في افضل حال. نيجي بقى لل للحكام الجمال بتوعنا اللي هم انا مش عارف دول جايين من انهي كوكب. كرة الهدف الملغي ده انا للامانة يعني دي مش موجودة في قاموس الكورة حرفيا، يعني دي فعلا بصرف النظر عن المجاملات وبصرف النظر عن اي حاجة، بس دي فعلا اسوأ قرار تحكيمي حصل في تاريخ الموسم ده. كورة لا هي فاول ولا هي اوفسايد ولا هي فيها رفعة رجل ولا هي فيها اي تدخل من بن شرقي ولا اي حاجة خالص، وحتى حكم الفار بيعيد الكورة وباهر المحمدي بيشيلها وبيطلعها ورجل وسام بعيدة عنه اصلا وعمال يعيد فيها والغندور واقف بيتفرج عليها، وطلع بعد كده صفر ولغى الكوره ورفع ايده الشمال. يعني ده معناه انه فاول على مين وبتاع ايه ومش عارف، مش فاهم حاجه. انتوا ازاي كده؟ انتوا ازاي كده؟ فين ضميركم وفين ربكم وفين اخلاقكم وفين يعني اليمين اللي انت قسمته ان انت تحترم مهنتك لما تيجي تزاولها؟ انتوا ازاي كده يا جماعه؟ وبعدين اللي اسمه الاخ اللي على الفار ده اللي اسمه مصطفى الشهدي، بص يا مصطفى، يعني احمد الغندور معروف قصصه معانا وقصص ابوه وبتاع مش عارف ايه، فدي قصه تانية، لكن الشهدي ده حاجه من الاتنين، انت فعلا يا اما ما عندكش اي خلفيه يعني ايه فار ويعني ايه تحكيم، وفعلا شكلك كده شغال مبيض محاره بعد الظهر، مع كامل الاحترام لمبيض المحاره، بس انت يعني ما لا مستحيل تكون حكم. ولو انت حكم وعلى دراية وعلى يقين بكل قوانين التحكيم، يبقى انت مدلس وباطل، وعندك يعني صفر ضمير في انك تتعامل مع اي حالة تخص النادي الاهلي. وربنا يا ابني يكفيك شر الدعوة واحد مظلوم، لان انت فعلا امبارح لو احنا ما كناش سجلنا على طول بعد الهدف ده، هدف طاهر، والمباراة عقربت والنتيجة خلصت كده في الاخر، تمام، كان الهدف ده ممكن يكون سبب في ان احنا نخسر الدوري ده لو اراد الله، واحنا كملنا وبيراميدز خسر النهارده. فمش عارف امتى هتفوقوا وامتى هتراعوا ضميركم وتراعوا ربنا يكفينا شركم بامانه يعني. طبعا برضو لقطة الطرد، يعني انتوا مستنيين ايه؟ يعني انت مستني ايه يا حكم يا فار؟ لان انت كان المفروض تستدعي الغندور باشا برضو لو هو ما شافهاش. يعني ده دايس بالستارز على رجل مروان عطية شوية وهيقسمها نصين كده، وانت ولا هنا، والتاني جاي بيديله انذار. ايه يا باشا؟ ده طرد مباشر صريح. الضمير ثم الضمير ثم الضمير، هتروحوا من ربنا فين؟ طيب، لقطة خروج برضو الكابتن عمرو السولية. انا بشوف ان الكابتن عمرو السولية ده كابتن فرقة، راجل بقاله سنين طويلة بيلعب في النادي، المفروض خلاص بقى يعني ايه، تخطينا المرحلة دي. قلنا انه كانوا متقدرين بسبب كولر، بيتعاملوا وحش، ما بياخدوش دقايق، ما بيلعبوش، ما النفسية مش احسن حاجة. طيب انت دلوقتي خدت دقايق ولعبت الماتش اللي فات والماتش ده 60 دقيقة كاملين، طالع بتشوح ليه وبتتشنك ليه؟ وحد من الجهاز الفني جاي بيديك ازازة مية بتقول له لا مش عايز ومش عارف ايه؟ ليه تضطر ان الكاميرات تصورك بالمنظر ده؟
وانت عارف بقى يعني ما اجارك الله من الاشكال الضاله اللي ما بتصدق لقطه على اي حد في النادي، وتطلع بقى تشتغل على السوشيال ميديا. وليه تخلي عماد النحاس يجي ياخدك بالحضن ويسلم عليك ويحتويك؟ وليه الحاله دي كلها اصلا من الاساس ملهاش لازمه يا كابتن. يا كابتن مش وقته يا كابتن. يا كابتن مش انا اللي اقول لك كده. يا كابتن سولية، بالراحه يا ابو ليلى عشان الموضوع مش مستحمل. انا مش عارف امتى هشوف احمد رضا والساعي، بس واضح كده انه يعني كابتن عماد هو مرتاح للناس اللي موجوده في نص الملعب، وبدا يدي قفشه وبدا يدي حسين الشحات. لكن انا محتاج اشوف احمد رضا وعمر الساعي الفتره اللي جايه، وعلى الاقل احمد رضا، وخلي الساعي لو انتوا زي ما بتقولوا وزنه زايد وعنده مشاكل مفيش مشكله يعني. طيب، النقطه الاخيره والايجابيه اللي انا بتكلم فيها بقى، برافو كابتن عماد النحاس، برافو الجهاز الفني. روح جماعيه ممتازه، رجعتوا الروح للعيبه. طبعا كابتن محمد شوقي وكابتن محمد يوسف، بحييكوا جدا على الشغل اللي انتوا شغالينه، الجماعيه وشخصيه الاهلي الهجوميه، والسيطره على مفاتيح اللعب والاندفاع الهجومي، وان انت بتجيب هدف والتاني والتالت ومكمل وعايز تجيب اكتر. بجد بشكركم على الروح اللي انتوا رجعتوها للعيبه، وان انتوا مكملين في حبكم للكيان والدفع الممتاز ان انتوا بتدوه للعيبه. بالنسبه للمدير الفني، احنا طبعا اتكلمنا قبل كده في القصه دي اكتر من مره وعدينا عليها كتير. انا مش شايف يعني، هو انت مستعجل عايز مدير فني اجنبي تروح بيه كاس عالم، مفيش مشكله. بس لو انت اختيارك لسه ما استقرتش على شكل المدير الفني اللي هيشتغل معاك الفترة اللي جاية بخطة واضحة وصريحة، ويبدأ معاك موسم جديد، وكل الامور اللي كان ذكرها هاني رمزي وغيره في ان انت عايز حد يبني من تحت ويشتغل بناشئين وكل الكلام ده، لو انت لحد دلوقتي ما استقرتش، هو مش صح. بس انا الافضل بالنسبه لي ان انت تروح بعماد النحاس كاس العالم وتجيب المدرب من بدايه الموسم. لكن لو انت استقريت عليه، يبقى نتمنى نشوفه من ماتش سيراميكا على الاقل، يراقب اللعيبه ويراقب الفرقه ويشوف نظام الدنيا ماشيه ازاي، ويحط يعني نقاط كده ومفاتيح لسمات اللعيبه ويبتدي يشتغل معهم. نهاية، مبروك الثلاث نقاط، مبروك صدارة الدوري. مكملين يا رجالة ان شاء الله، وربنا هيكرمنا قصاد المنظومة الفاسدة والناس اللي هي ما عندهاش ضمير ولا بتراعي ربنا. وان شاء الله بإذن الله نكون متوجين بالدوري ونحتفل بيه سوا ونتفرغ لكأس العالم. شكرا، تحياتي لكل اهلاوي جميل في حب الاهلي دايما متجمعين. سلام عليكم.